جودة مقاطعك قوية وأول ما تنزل في التطبيقات تخرب، أو جودة مقاطعك سيئة ما أحلل أي أحد يستخدم هذا المقطع بالحرام. راح أعلمك كيف تطلع مقطعك بأعظم جودة، راح أشرح لك كل النقاط، نقطة الإضاءة، نقطة التصدير، نقطة الكاميرا، كل شيء تبغاه راح أشرح لك إياه في هذا المقطع. والله إني سويت هذا المقطع لغاية واحدة بس، وهي مساعدة الناس اللي جالسة تستخدم قدراتها في نشر دين الله عز وجل. أسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. لكن الواحد بعد وفاته وده يورث مقاطع دينية وبنفس الوقت وده يورث علم، بحيث إذا لا قدر الله المقاطع الدينية هذه انتهت، العلم يبقى عند الناس هذه وتنشر فيه الخير ويصير مشارك بأجور المسلمين، كتب الله أجرنا وأجر. فإذا أنت حسابك فيه أي نوع من الحرام، رسالتي لك الأولى اتق الله عز وجل، والله عز وجل راح يسألك عن كل مقطع وعن كل مشاهد. وللأسف كل ما زادت مشاهداتك والله هذه ما هي نعمة، إنها نقمة عليك يوم القيامة. وبس ارسل مقطع لكل الحسابات الدينية، ولا تنسى أن الدال على خيري كفاية. طيب أول شيء أبغى أوضحه، الموضوع مو بالأدوات، الأدوات شيء جدا مهم طبعا، لكن الموضوع بالعقلية. في بداية حسابي كنت أستخدم جوال جدا ضعيف، جالكسي A71، والجوال هذا لو تعرفه سعره بسيط جدا وكاميرته ضعيفة. وايضا في بداية حسابي كان تصويري جدا سيء، لكن حبة حبة مع التطوير والتعليم تحسن الى هذه الدرجة ولله الحمد. جلست فترة جدا طويلة على جوالي السابق وسويت فيه كثير من المقاطع الابداعية القوية، الى ان شريت جوالي هذا اللي اصور فيه Honor 7 Magic Pro. اذا بتقول لي يا ابراهيم هل تنصحني بنفس جوالك؟ نعم، جوالي جدا اسطوري، لكن انا اشوف بعد مقارنات كثيرة وتجارب ان الايفون افضل. يا حق الجالكسي يرحم امك ولا تفصلون علي، انا من محبين الجالكسي او السامسونج، لكن الايفون يطلع لك صورة واقعية ونظيفة اكثر. وانا ايضا وضحت لك انك تقدر تطلع مقاطع قوية من الجوال هذا او من اي جوال معك، والدليل اذا تبغى تشوف المقطع السابق اجتهدت فيه جدا، اسال الله عز وجل ان يتقبل وان ينال على اعجاب. طيب مهما كان جوالك استخدم الكاميرا الخلفية، ابدا لا تستخدم الكاميرا الامامية، وفي اختلاف جدا عظيم بالجودة. الامر الاخر، اهم امر بالتصوير هو الاضاءة. تكفى يرحم امك، ركز بالاضاءة. في نقطتين ابغاك تركز على الاضاءة فيهم. النقطة الاولى ما هي الاضاءة، النقطة الثانية طريقة استخدام الاضاءة، والنقطة الثانية أهم بمليون مرة. النقطة الأولى، في 3 أنواع من الإضاءة أنا أشوف الأغلب يستخدمها من صناع المحتوى. أول إضاءة الرينج لايت. الرينج لايت إضاءة جدا بسيطة، إذا ما عندك غيرها مشي حالك فيها، لكن أنا ما أرجحها أبدا. الخيار الثاني سوفت بوكس مع ستاند لكن داخله لمبات، والنوع هذا ميزته إنه جدا رخيص، ممكن تلقاه من 150 ريال سعودي إلى 300 ريال تقريبا، ترى جدا جميل ويؤدي الغرض بشكل ما تتصور. أنا طول حياتي كنت أستخدم هذاك السوفت بوكس، إلين في رمضان جاني سوفت بوكس أفضل وأقوى ولله الحمد، واللي هي إضاءة الجو داكس 300 واط مع بوكس الأوكتا مع الجريد أو الشبك اللي يعزل الضوء. طيب النقطة الثانية بالإضاءات، واللي قلت إنها الأهم، طريقة استخدامك للإضاءة. أنا في بدايتي كنت أستخدم السوفت بوكس اللي داخله لمبات زي ما وضحت، كنت استخدم 3 بالتصوير، تخيل، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، بتدخل عليه بتقول هذه قناة تلفزيونية. بالاخير الجودة بحط لكم المقاطع اللي استخدمت فيها هذه الحركة، والله العظيم كأني مشغل لمبات الغرفة. فالموضوع مو بس بقوة الإضاءة، الموضوع بطريقة استخدامك لها. شوف أي شيء تبغى تتعلم، اليوتيوب مليان مقاطع، لكن يحتاج وقت ويحتاج همة، فاستعن بالله عز وجل، ادعي الله عز وجل إذا أنت هدفك الخير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. امسح الكاميرا قبل كل تصوير، امسحها بشكل دائري، لأن المسح الأفقي أو العمودي ممكن يسبب الخطوط هذيك اللي تجي على الإضاءة. زوايا التصوير، الكاميرا أنجلز، زاوية علوية، زاوية سفلية، زاوية قريبة تطلع التفاصيل، أو قواعد التكوين، أو أمور جدا كثيرة ترى إذا استخدمتها بالتصوير تصويرك بيفرق بشكل مو طبيعي، والناس ما راح تحس ايش الجميل في الفيديو، هي تشوف مقطع جميل بس ايش السبب ما تدري. وايضا في اشياء لو جلست تبحث عنها في التصوير ترى راح تلقاها وهي مهمة جدا، مثل الوان الملابس او لوكيشن التصوير، بعدك عن الخلفية، الوان الخلفية او الوان مكان التصوير. انا جالس اعلمك الاساسيات وابغاك تبحث وتتعلم بعدها. انا في هذا المقطع ما راح اعلمك كل شيء انت تحتاجه لاني راح احتاج ساعات. طيب النقطة الاخيرة يا ابراهيم، شكرا على كل كلامك، لكن انا اساسا مقاطعي جودتها عالية، لما انزلها في التطبيقات تخرب الجودة. ليش؟ السبب هو التطبيقات عندها سيرفرات او عندها اعمال، وانت جاي يا قلبي مقطع حجمه 500 ميجا وتبغى تنزلها، هم يبغون يوفرون على انفسهم بقدر المستطاع، بيضغطون مقطعك بيخلون حجمه 50 ميجا وبينزلونه، وبكذا خربت الجودة والدمر. طيب يا ابراهيم من الاساس ايش اسوي؟ يقول لك ايش؟ ابعد عن الشر وغني له او قني له، ما ادري، حاول اذا مده المقطع اقل من دقيقه انه ما يتعدى ال 100 ميجا ابدا. والنقطه الثانيه، حجم الشاشه لا يعدي ال 1920 في ال 1080، هذه نقطه كلنا نعرفها. طبعا عندك حلين لحجم المقطع، الحل الاول اذا انت تستخدم برامج احترافيه مثل ادوبي بريمير او ادوبي افتر افكت، بهذه التطبيقات يمديك تتحكم بحجم المقطع عند التصدير، ويمديك تخلي حجم المقطع جدا بسيط لكن جودته عاليه. اما كاب كات والتطبيقات الصغيره اذا قللت حجم المقطع غالبا تقل جودته، هذا الشيء ما نبغاه
لا ابدا. طيب اذا عندك التطبيقات الاحترافيه زي ما قلنا، ابحث في اليوتيوب كيف اصدر المقطع باعلى جوده واقل حجم، واكتب اسم تطبيق. طيب يا ابراهيم، اذا انا استخدم التطبيقات البسيطه او اصور من الجوال على طول واكتب عليه كلام وانزله، هنا عندك حل جدا سهل وجميل. اكتب في جوجل ضغط المقطع او تقليل حجم المقطع، اي شيء مشابه لهذه الجمل، وراح يطلع لك مليون موقع. جرب المواقع وشوف الانسب لك شخصيا. ابغاك تركز على نقطتين: اعطيه المقطع وركز على حجم المقطع حقك قبل وحجمه بعد التصدير من الموقع، وايضا ركز على جودته. اذا شفت ان جودته ما خربت، هذا شيء جدا ممتاز، ثبت على الموقع هذا. انزل المقطع باذن الله راح تشوف اجمل جوده وما راح يتدخل التطبيق ولا يخرب عليك اي شيء. وامنيتي لو حتى شخص واحد ينشر الخير استفاد لو من معلومه واحده في هذا المقطع. جزاكم الله خير على دعمكم، وبحفظ الرحمن.